أنا اسمي نجلاء، مطلقة وعندي ولد هو كل حياتي. بعد طلاقي عدت عليا سنين صعبة، بس حاولت أقف على رجليا وأكمل عشانه. ناس كتير اتقدموا لي للجواز، وكلهم كانوا عارفين إن معايا طفل وموافقين. بس كل مرة كنت بقف عند نفس النقطة، أبوه. لأنه وقتها قال لعيلتي لو أنا اتجوزت هياخد ابني يعيش معاه، والكلمة دي كانت كفاية تكسرني. أنا ما كنتش مستعدة أخسر ابني، فكنت برفض كل حاجة عشان يفضل معايا قدام عيني. وعدت الأيام وهو بيكبر وأنا جنبه. كنت بحاول أعمل اللي أقدر عليه، يمكن مش كل حاجة بس من قلبي. وكان بيروح لأبوه يوم في الأسبوع، وكنت شايفة ده حقه ومش عايزة أحرمه منه. بس الفترة الأخيرة كل حاجة بدأت تتغير. بقى يرجع من عنده ويحكي كتير، يقول لي هناك كل حاجة منظمة، الأكل مختلف، الحياة أحسن. مرة قال لي إنه بياكل هناك حاجات عمره ما دقها عندي. الجملة دي وجعتني بطريقة ما تتوصفش. حسيت إني مهما عملت مش كفاية. وفي مرة مسك تليفوني وكلم أبوه، ولما عرف إنه بيرد من رقمي قال له ما تكلمنيش من الرقم ده تاني، وقفل السكة. ساعتها حسيت إن في حاجز بيتبني بيني وبين ابني، مش بإيدي. دلوقتي بقيت أحس إنه بيبعد، مش زي الأول. ما بقاش يقعد معايا بنفس الطريقة، مستني اليوم اللي يروح فيه لأبوه وأنا قاعدة لوحدي. الغريب إني ضحيت بحاجات كتير عشان ما يتحرمش مني. رفضت جواز، رفضت حياة ممكن كانت تبقى أريح، بس كنت بقول أهم حاجة إنه يفضل معايا. دلوقتي بقيت بسأل نفسي، هو فعلا محتاجني زي ما أنا محتاجاه، ولا أنا اللي كنت متمسكة زيادة؟ الوحدة بقت تقيلة والخوف أكبر. هل أمنعه يروح لأبوه عشان ما يبعدش، ولا أسيبه حتى لو ده معناه إني أخسره واحدة واحدة؟